أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. نصيحة من إنسان بسيط متواضع لأصحاب الإدمان على الذنوب. هناك كثير من الناس، هذا اللي يدمن على الشطرنج، هذا اللي يدمن على الدومنة، هذا اللي يدمن على الغناء، هذا اللي يدمن على الخمر، هذا اللي يدمن على قطيعة الأرحام. فهذه كلها قضايا تسمى الإدمان، والإدمان شيء غير صحيح. فكل الإنسان يلتفت، يحاول أن يروض نفسه، يكتشف نفسه أي ذنب هو مدمن عليه ويقلع عنه. لأن إذا أدمن مشكلة، خصوصا إذا تعدى 40، في الأخبار إن في 40 ولم يتوب يبصق الشيطان في وجهه، يعني يدفل بقصته، يعني يدفل بوجهه، ويقول وجه لا يفلح. خلاص تقفل بعد عليه، مو التوبة مسدودة، لا، التوبة مفتوحة. عندنا هناك روايات قال فيها بعض العلماء التوبة مفتوحة حتى قبل القيامة ب40 يوم، يعني ما تنسد أبواب التوبة بزمن الإمام خروجه. ولكن مولانا هو ما يوفق، لأن شنو؟ أكو أسباب توفيق وأكو أمور تسلب التوفيق. وصل اللهم على محمد وآل محمد.